تخيلوا معايا هذا مات ودفنوه، دازت غير 4 ايام وهو يخرج من القبر ديالو. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه وداك الشيء اللي شاف في القبر غادي يصدمكم. انا مصطفى الاشهب كنقدم قصص حقيقيه اللي كناخذ منهم عبره. حسين في عمره 35 سنه وخدام في واحد القهوه، عايش بخير هو والام ديالو. يلا خطب واحد البنت ناويها للزواج. واحد النهار سخف ليهم وهزوه للسبيطار، قال لهم الطبيب راه ما عنده والو وداوه لدارهم. الغد ليه مع الصباح مشات الام ديالو تفيقوا لكن ما بغاش يفيق، عيات ما تصرفقوا وتخوي عليه الماء والو. هزوه جيران للسبيطار وقال لهم الطبيب ضروري يبقى عندي هنا. دازوا غير شي ايام وهما يعلنوا على الوفاه ديالو، هزوه وداوه دفنوه. ويلا دفنوه وردوا عليه التراب ومشاو. شويه حسين وهو يفيق ولقى راسو في القبر، ملي حرك يدو بحال هكا ويشد واحد الجمجمه كنت حداه. انتم عارفين باللي مصر كدير قبور على شكل بيت كيدفنوا فيه بزاف. 3 ايام وهو كيغوت ما كاينش اللي سمعوا، حتى النهار الرابع جاو باش يدفنوا واحد السيد، وهنا بدا كيغوت وهما يسمعوه. في الاول تيصحاب لهم جن حتى واحد ما قدر يقرب ليه. اللي بغاو يطلعوه واحد بقوه الصدمه طاح في القبر في البلاصه مات. طلعوا حسين لكن مصدوم ما كيقدرش يدوي. جه فتحوا التربه دون التراب اللي بقى نزل جابني وبص في وشه ورماني ومات. دوز السبيطار اطباء كاملين خافوا منه، حتى واحد ما بغى يقرب ليه. حتى من الام ديالو غير شافته وهي تسخف. اما الخطيبه ديالو فسخات الخطوبه مشات دعاتو حيت من تحت الشخصيه ديال الخطيب ديالها باللي مات، وكيحلف لهم باللي شاف حنش كبير في القبر وشاف حتى العافيه ديال جهنم. ومن ذاك النهار لدابا ما عمره قدر مازال ينعس. انت لو كان وقع على خطيبك هذا الشيء يعني دفنوه عاود رجع، واش غتكملي معاه وتزوجي بيه ولا لا؟